هو في ايه؟ يقول لك الستات مش من حقها تخدم جوزها. امال تخدم مين؟ وتراعي مين يعني؟ انتوا بتقولوا ايه ولا عاوزين ايه؟ ها؟ ومطلعين لنا احاديث ما شفناش الحاجات دي واول مره نسمعها. انتوا ناويين على ايه عشان نبقى احنا عارفين يعني؟ يعني انت تخش البيت الاقي مرات ولا تقول لها قوم اعمل نفسك؟ يا صلاة النبي، ازاي الكلام ده يعني؟ انتوا دماغكم موداكوا لايه عشان نبقى احنا عارفين يعني؟ قال ايه؟ الست ما تخدمش جوزها. والحاجه هبه قطب دي بتقول لك مش الام مش ملزمه ترضع ابنها. امال ربنا عمل صدر الستات ده لايه؟ ها؟ عشان تبيع اللبن في السوبر ماركت؟ ارحمونا، الناس مش مستحمله. كفايه كفايه، الله ينتقم منكم. ده البيوت خربانه لوحدها، مش ناقصه خراب اكتر من اللي هي فيه. بدل ما تقول اسمعي كلام جوزك ووضبي له اكله وشربه وهدومه، الله يعينه شقيان، الله يعينه تعبان طول النهار واقف على رجله، تقوموا تقولوا له كده؟ انت هو ده اللي ربنا قدركم عليه؟ ده زمني ده؟ ايه العصر اللي احنا فيه دوت؟ هو انتوا كده في بيوتكم؟ هي دي رجالتكم بيسيبكم تعملوا الكلام ده؟ يعني انت هبه يا قطب ديت جوزك لما بيروح بيعمل اكل لنفسه؟ والله العظيم معايا. والحاجه سعاد اللي هي المليانه ديت اللي هي عامله شيخه دي، جوزك لما بيروح بيغسل نفسه؟ ولا انت قرفانه؟ ولا انتوا قرفانين من جوازكم فانتوا بتقولوا الكلمتين دول؟ ولا انتوا ايه بالظبط؟ ما انت لو قرفانه من جوزك هتقولي كده. طب ما تطلقي منه يا اختي. احنا مالنا احنا بالكلام ده؟ انتوا هتبوظوا البيوت، اقسم بالله هتبوظوا البيوت. ها؟ بيقول لك الست يا عم طاهر مش ملزمه تروق لجوزها، ومش ملزمه تطبخ لجوزها. والله العظيم زي ما بكلمك. وحياة ربنا هو متجوزها ليه يا عم تاني؟ ما اعرفش. انا عايز اعرف. وبيقول لك ان الست مش ملزمه ترضع عيالها. امال هتعمل ايه؟ امال صدرها هتعمل بيه ايه؟ والله ما انا عارف. والله ما اللبن بقى بيبيع في السوبر يعني ماركت. كل صدر ده هتعمل فيه ايه؟ مش عارف. يعني هو بيبقى قد كده هتعمل بيه ايه؟ بيبقى في حاجه كبيره كده هتعمل بيه ايه؟ هو ده اللي فارق معاك يا طاهر، هو قد كده. يا اخوانا ارحمونا، ده احنا عايشين بالعافيه. هو اللي بطلوا اكل حلويات، هو اللي بيكفر الست. ما هو انت النهارده يعني انا مش فاهم والله، يعني مين اللي يرد على العيال؟ يجيب لهم ناس من بره؟ والموضوع جديد بقى ونازل على السوشيال ميديا وكل البرامج بتتكلم. ارحمونا عشان مبقاش عارفين نتكلم مع النسوان. والحريم في البيوت دلوقتي بيقول لك كل حاجه تعملها لنفسك وهتخربوا على الناس. اي والله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.